احنا هنعلق النهاردة على فيلم الهنا اللي انا فيه، بتاع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني. ياسمين رئيس. الفيلم بصراحة يعني أسوأ مما ممكن حد يتخيل، يعني لا كوميديا ولا قصة ولا أي حاجة ولا تمثيل، حتى حاجة سيئة جدا. ده غير ان للاسف طلعت اشاعه على كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني اصلا في الفيلم معفنين جدا، يطلع عليهم اشاعه ان هم مثلا على علاقه ببعض. ده القصه جوه الفيلم معفنه جدا، مش محتاجه اصلا يطلع عليهم اكتر من اشاعه ان هم معفنين مع بعض جدا وما ينفعوش لبعض اصلا. ده غير ان الاخراج رايح في 60 ده، انا مش عارفه يعني مين اللي يعني الذكي اللي انتج فيلم زي ده اصلا. يعني انت بتنتج على اساس ايه؟ يعني انت ما بصيتش على الفيلم حتى وانت بتنزله؟ يعني لا بصراحه فيلم فاشل بكم معنى الكلمه بجد يعني. ده غير ان الازياء يا لهوي تحفه تحفه تحفه، حاجه بشعه تقريبا. سوق الجمعة أنضف منهم بكتير، وسوق التلات وسوق كل الأسواق، يعني العتبة أنضف منهم بكتير. يعني هم كانوا ممكن يروحوا العتبة يسألوا أي حد هناك هيجيب لهم حاجة نضيفة جدا غير القرف اللي هم لابسينه. نرجع برضك لقصة الفيلم، لا لا لا، حاجة تافهة جدا. أنا مش عارف يعني هو قرر مثلا يمثل تفاهة كريم محمود عبد العزيز ولا ايه؟ يعني معقولة شايف ان المجتمع بالطريقة دي هيجي سكة بطريقة التفاهة؟ يعني ان الفيلم يبقى قصته تافهة فالناس هتحب. بعدين مفيش كوميديا اصلا، يعني حتى اذا قلنا مثلا الشعب متضايق وعنده مود مش احسن حاجة فيدخل يضحك مثلا، مفيش ضحك كمان. يعني قصة معفنة ومفيش قصة اصلا، وكمان مش هنضحك. ايه كم الكآبة اللي فيها الانسان ممكن يدخل عشان هيبقى صرف فلوس على الفاضي وضيع وقت على الفاضي كمان يعني. بصراحة فيلم لا أنصح بمشاهدته تماما. يعني اللي بيفكر يتفرج على الفيلم ده، فالفيلم مش كوميدي ومش قصة ومفيهوش حتى أزياء عدلة، يعني مفيش أي حاجة. ما تتفرجوش عليه، وأنا وفرت عليكم مجهود مثلا ساعتين إلا تلت على كم سيء جدا من المشاهدة. وعلى العموم هو الفيلم بتدور أحداثه حوالين واحد متجوز واحدة، وهو أصلا تيك توكر، بيطلع يقول نصايح للأزواج اللي هم لازم يعيشوا حياة كويسة، وهو عايش حياة زي الزفت وعنده بنت. هيجي في يوم عيد ميلاد البنت يكتشف ان مراته كانت عامله تحاليل ويطلع عندها كانسر وكده. في الاخر هتقول له لازم تتجوز واحده عشان تعيش انت وبنتي في امان بعد ما اموت. وهتكلم صاحبتها الانتيم اللي هي اصلا دينا الشربيني وتقول لها اتجوزي جوزي ومش عارف ايه عشان انا تعبانه ومريضه وهموت. فهتتجوزوا، تطلع ان هم كانوا بيحبوا بعض زمان، فهيفرح قوي ان هو هيتجوزها. في الاخر الاشاعه هي اللي كانت بايظه، وان ياسمين رئيس طلعت سليمه ما فيهاش حاجة. وفي الآخر دينا الشربيني هتطلع حامل منه. في الآخر هيعيشوا كلهم مع بعض قصة تافهة فوق الوصف. ده ملخص الفيلم التافه. شكرا، سلام عليكم.